وفاته سنة 1971. وغادي ترقى مولاي حفيظ لرتبة جنرال، وغادي يرجع وزير ديال القصور الملكية، وغادي يكون هو الشخص الوحيد من محيط الملك اللي عنده الحق يدخل ويشوف ويهضر مع نساء الحسن الثاني. ولا كانت حاجة بحال هكا تقدر تطير راس اي مغربي اخر، فمولاي حفيظ كان عنده الحق يسافر معاهم ويعنفهم وحتى يعاقبهم. علاقته مع الملك غترجع مع السنوات اقوى، بحال التقرير اللي دارت عليه مجلة تلكيل بانه تيتعطل على الملك وتيخرج يكمل الحشيش ويرجع، وتيعيط على وزير الصيد البحري امام الناس وحده الملك مول الحوت اجد، وغادي يكون مكروه من كل شيء، وما غاديش يكون غريب الا حتى واحد ما هضر عليه مزيان من ورا وفاته، حيت ملي غادي يموت غادي يكتشف القصر بان مولاي حفيظ خلى ثروه هائله، والملك براسو ما كانش قادر يصدق انه بصح جماعه من الوساطات اللي كان تيدير. لهذا غادي يحجز القصر على اغلب ثروات مولاي حفيظ العلوي اللي جمعها وهو خدام مع المخزن. وهنا